السيدات والسادة، نرحب بحضراتكم في نشرة إخبارية جديدة نذيع على حضراتكم عبر شاشة المنارة. معكم في العديد من الأخبار والأحداث العلمية التي تطالعنا هنا وهناك. نبدأ مع حضراتكم بالعناوين. الإفراط في ممارسة الرياضة يضر بصحة الإنسان. جوجل تتعهد باحترام قوانين الرقابة في الصين. استمرار الجهود لوقف تسرب النفط في خليج المكسيك. وأخيرا، فيتامين سي يقلل احتمالات الإصابة بمرض السكر. من العناوين إلى التفاصيل. أكدت أحدث الدراسات الطبية أن الإفراط في ممارسة الرياضة قد يؤذي الجسم، وأنه بالرغم من إيجابية الرياضة على الصحة البدنية والعقلية، إلا أنها في أحيان كثيرة قد تصبح سلاحا ذي حدين. وأشار الباحثون إلى أن الإفراط في الرياضة يمكن أن يؤدي إلى أضرار صحية إذا ما زادت جرعتها عن المستوى المطلوب، حيث تعرض من يمارسها لخطر الاستطالات والالتهابات العضلية. وأكد الباحثون في المعهد الفرنسي للرياضة والتربية البدنية إلى أن الرياضة تساعد على الحفاظ على الصحة بشرط أن تمارس بطريقة معقولة، مؤكدين أن التكرار المتواصل هو الذي يجعل التمارين مضرة أحيانا، وذلك لأن الجسم لا يحتمل المجهود المطلوب منه، لا سيما أن التعب ينهك العضلات والأوتار والمفاصل والقلب. جددت السلطات الصينية مؤخرا رخصة عمل محرك البحث الأمريكي العملاق جوجل بعد موافقته على احترام القوانين الخاصة بالرقابة. وصرح مسؤول في وزارة الصناعة وتكنولوجيا الإعلام أن جوجل وافق على احترام القوانين والتشريعات في الصين، وتعهد بعدم إعطاء أي معلومات من شأنها تهديد الأمن القومي أو مصالح البلاد، وعدم نشر معلومات وهمية يمكن أن تضر بالاستقرار الاجتماعي. وكان جوجل قد توصل إلى تجديد رخصة العمل بعد خلاف طويل مع الحكومة الصينية احتج فيه جوجل على الرقابة المفروضة في الصين وهجمات للقراصنة جاءت من داخل البلاد. هذا وتعد الصين أكبر سوق للإنترنت في العالم، إذ يفوق عدد مستخدمي الإنترنت فيها 400 مليون شخص بحسب آخر الأرقام الرسمية. ارتفاع درجات الحرارة في العالم في السنوات الأخيرة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. كشفت دراسة حديثة أعدها فريق من علماء الأرصاد في الولايات المتحدة الأمريكية أن العقود الماضية كانت أشد حرارة من أي فترة أخرى خلال 400 عام الأخيرة. أوضح العلماء أن ارتفاع حرارة الأرض يمثل مشكلة خطيرة، وأعربوا عن أملهم في أن التوصل إلى حلول فعالة تساعد على تجنب هذه المشكلة المتفاقمة. تم إعداد هذه الدراسة بتفويض من الكونغرس الأمريكي بعد أن أكدت دراسة سابقة ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية قرب نهاية القرن العشرين، وأرجعت سبب ذلك إلى تزايد النشاط الصناعي. وقد قام العلماء بطرح بعض الوسائل التي يمكن استعمالها للتصدي لارتفاع حرارة الأرض، كتطوير مركبات تعمل على الهيدروجين أو الإيثانول، إضافة إلى الطاقة النووية وتقليل انبعاثات الوقود في الجو. عودة مرة أخرى لاستكمال أخبارنا العلمية المصورة في نشرتنا العلمية عبر المنارة. أفادت دراسة حديثة أن تناول فيتامين سي بمقادير كبيرة يسهم في خفض خطر الإصابة بالنمط الثاني من مرض البول السكري. تابع القائمون على الدراسة الحالة الصحية لنحو 20 ألف شخص من الأصحاء الذين تراوحت أعمارهم بين 40 و 75 عاما، وتم رصد معلومات مفصلة عن صحتهم وأسلوب حياتهم وعينات الدم التي استخدمت لتحديد مستويات فيتامين سي على مدى 12 عاما. وأوضح الباحثون في معهد علم التمثيل الغذائي بالمملكة المتحدة أن الأشخاص الذين كانت لديهم مستويات عالية من فيتامين سي في دمائهم قلت لديهم احتمالات الإصابة بمرض البول السكري بنسبة بلغت 62% مقارنة بمن كانت لديهم مستويات منخفضة من هذا الفيتامين.
والآن مشاهدينا الأعزاء مع باقة متنوعة من أخبارنا العلمية المصورة لكن بدون تعليق.